آباء النبي من لدن آدم لحد ما وضعته أمه كلهم من أهل الجنة ناجون، بدليل كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما تفرق الناس فرقتين إلا كنت في خيرهما من لدن آدم إلى أن وضعتني أمي. والخيرية عند الله بالوجاهة ولا بالمال ولا بالمناصب ولا بالتقوى. أكرمكم عند الله إيه؟ اتقاكم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كل من حمل النبي في ظهره في صلبه وكل من حملت النبي في رحمها، كل دول من أبونا آدم لحد ما وضعته أمه ناجون من أهل الجنة. الله ما شاء على الله. الإطلاق. ما شاء الله. يجي لنا إشكالات. نعم. أبونا إبراهيم إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وإبراهيم من أباء النبي، فإذا كان أبو إبراهيم كافر بنص القرآن فنقول له إن أبو إبراهيم ليس والده ولكنه عمه. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر ولم يقل لوالده آزر. والأب لفظ مشترك، الوالد هو الذي ولده. نعم. يبقى هو الأب على الحقيقة. طب والعم أب على المجاز. نعم. بدليل ان ربنا استعمل الابوه في العم: واتبعوا مله ابائكم ايه؟ ابراهيم واسماعيل واسحاق. اسماعيل عمهم فاعتبر العم ابه. نعم. بنص القران، الاستعمال القراني. نعم. بدليل ايه؟ ان سيدنا ابراهيم وعد ابيه آزر انه يستغفر له. قال: سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. ربنا نهى عن الاستغفار لابيه بعد كده: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أي بالوحي أنه عدو لله تبرأ منه. الله. يبقى تبرأ منه خلاص وبطل يستغفر له. نشوف سيدنا إبراهيم بقى وهو عنده 110 سنة بعد ما بيبني الكعبة مع ابنه إسماعيل: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي. الله. ده امتى؟ وهو منهي عن الاستغفار لعمه. يبقى والده غير ابيه. الله. بنص القرآن. ما شاء الله. نيجي نحل اشكال بقى مين؟ والد النبي والدي النبي. ورد في سيدنا عبد الله حديث تمسك به هؤلاء الجهله اللي بيقول له ابي وابوك في النار. ابي هنا بمعنى عمي، ما نحملهاش على والده. نعم ما شاء الله. زي ما حملناها هناك في ايه؟ سيدنا ابراهيم. وعمه اللي في النار مين؟ ابو لهب بنص القرآن. يبقى كده حلينا اشكاليه ايه؟ ابي وابوك في النار في الاب. نحل اشكال الام. ورد فيها حديث: استأذنت ربي ان ازور امي فاذن لي واستأذنت ان استغفر له فلم يأذن لي. يفهموا ان يعني ايه؟ يعني ما تتعبش نفسك، هي مش مغفور لها. استأذنت أن أستغفر لها فلم يؤذن لي لعدم حاجتها للاستغفار، حيث أنها ماتت قبل وجود شريعة ودين، فعندها البراءة الأصلية. هي ماتت في البراءة الأصلية. الله الله الله. لأن ربنا لا يؤاخذ أحد ولم يأمره ولم ينهى، وكنا معذبين حتى نبعث الرسول بنص القرآن. دي اسمها البراءة الأصلية. الله الله الله. نعم. فأنت ليه يا حبيبي هتزعج نفسك وتستغفر لأمك؟ أمك مش محتاجة استغفار يا حبيبي، دي أمانة، أمانة في الدنيا وأمانة في الآخرة.